تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أحلى خلطة محشي ممكن تاكليها في حياتك. مفيش حد داق مني المحشي إلا ويسألني سر الخلطة بتاعتك إيه يا بيبو. تعالوا بقى أقول لكم على تكات وأسرار خلطة المحشي اللي هتخلي المحشي بتاعك ريحته تجيب لآخر الشارع. حطي لايك واعملي اشتراك لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل وصفة جديدة. اول حاجة معايا حل على النار، هنزل بمعلقتين كبار من السمنة، سواء بقى سمنة بلدي او سمنة اللي احنا بنبقى مسيحينها من دهن الخروف. دي بتدي طعم حلو قوي، اللي هي بتدي طعم حلو، بس في ناس كتيرة مش بتحبها. وهنزل بقى مع السمنة بشوية زيت، لازم زيت وسمنة مع بعض عشان المحشي يبقى طعم كده. بلاش زيت لوحده ولا سمنة لوحدها، ده مع ده. هنزل بقى كده بنص كيلو من البصل، يعني حوالي 5 بصلات متوسطين، هضربهم في الكبة او تقطعيهم على ايدك براحتك. البصل هو اللي بيدي طعامة لخلطة المحشي، مفيش بعد كده. زي ما انتوا شايفين بقى انا هقعد اقلب كده تقلبتين حلوين لحد ما البصل بتاعي يدبل وياخد لون ذهبي كده خفيف، مش هنخليه يتحرق عشان ما يمررش الخلطة بتاعتي، انا عايزاه بس يدخل على اللون الذهبي الخفيف. ليه بقى؟ اللون الذهبي دوت بيدي حمار للصلصة بتاعت المحشي، فما تخليش البصل بتاعك ابيض. زي ما انتوا شايفين هو ده اللون اللي انا عايزاه، حلو جدا. هعمل ايه بقى؟ هبدأ انزل بالبهارات بتاعتي من غير اي افتكاسات. معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من بهارات المحشي. لو ما عندكيش البهارات بتاعة المحشي حطي بهارات مشكلة، طبعا بهارات المحشي دي بتبقى عند العطار جاهزة، قوليله انا عايزة بهارات محشي. طب لو ما عندكيش مش مشكلة، حطي بهارات مشكلة. وطبعا الشطة بقى على حسب رغبتك، حابة سبايسي زودي في الشطة، يعني الشطة دي بقى على حسب رغبتك. هبدأ بقى اقلب تقلبتين كده البصل مع التوابل اللي حطيناهم. طبعا الريحة قلبت الدنيا وجابت لآخر الشارع، حاجة كده في منتهى الجمال. اللهم بارك اللهم بارك، الريحة جميلة جميلة. طيب هبدأ بقى انزل بمعلقتين من صلصة الطماطم. صلصة الطماطم لازم انزل بيها قبل الطماطم واقلبها تقلبتين تتشوح معايا ونشيل اي مواد حافظة فيها، وكمان هتعزز معايا اللون، يعني هتضيفيها قبل ما هنضيف الطماطم بتاعة المحشي. تقلبتين بس كده حلوين، وهبدأ بقى انزل بالطماطم. الطماطم عندي انا هستخدم كيلو من الطماطم وكيلو من الرز، يعني كيس رز وكيلو طماطم. لو حابه بقى تزودي في الطماطم براحتك، بس هو كيلو طماطم حلو. بضربها كويس جدا في الكبه. والطماطم بتاعه المحشي انا ما بصفيهاش، يعني بحطها بقشرها كده. عايزه انت تصفيها تمام، بس يعني انا ما افضلش هي بتبقى حلوه كده، حتى لو ما صفيناهاش بتبقى جميله جدا. وهقلب بقى تقلبتين كده الصلصة بتاعتي زي ما انتوا شايفين واخدة لون حلو جدا جدا. يمكن كمان الكاميرا ظلماها، الإضاءة مفتحة اللون، لكن هي الطماطم بتاعة المحشي بتاعتي والخلطة دي لونها أحمر غامق. هتبلها كمان بقى ملح، احنا محطناش ملح. هتحطي طبعا الملح على حسب الرغبة، انا هنا حطيت بما يعادل كده ايه معلقة كبيرة من الملح. هسيبها تغلي غلوتين. وكمان لو حابة تضيفي مكعب مرق الدجاج ضيفي برضو على حسب رغبتك، بس انا ما ضفتلهاش. هسيب بقى الصلصة بتاعتي كده تغلي غلوتين على نار عالية زي ما انتوا شايفين، وهسيبها بقى تتسبك براحتها. طبعا وهي بتتسبك يا جماعة هنغطيها كده ونخلي النار على نار وسط علشان الصلصة بتاعتي متقعدش تبقبق كده وتبهدل لي البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين ده بقى شكل الصلصة بتاعتي بعد ما اتسبكت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده جميلة جميلة في منتهى الجمال. نبدأ بقى برضو نبهرها كده بشوية بهارات خفيفة، عبارة عن ايه بهارات برضو مشكلة وبس. ودوقيها كده وشوفي الملح بتاعها مظبوط تمام، محتاجة ملح حطي ملح. الخطوة اللي بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنبقى طبعا غاسلين الرز بتاعنا كويس جدا، وزي ما قلت لكم انا الرز معايا هنا كيلو الرز بياخد كيلو طماطم، بحط عليهم 5 بصلات كبيرة. هقلب بقى الرز بتاعي اللي مغسول ومصفيينه من المية كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين، وهقلب. وكل دوت انا خلاص طفيت النار، بمجرد ما الصلصة بتاعتي
اتصلصلت انا ما بحبش اهري الرزايه على نار، لا بطفي الصلصه، بطفي على الصلصه وببدأ بقى احط الرز وهقلبه تقلبتين. وبعد كده بنزل بالخضرة بتاعتي. بحب استخدم قوي للمحشي كزبرة وشبت، ما بحبش احط بقدونس، يعني معلوش لازمة، انا بحس ان هو ما بيضيفش اي حاجة غير لون اخضر بس. لكن الكزبرة والشبت هما اللي بيدوا نكهة وطعم لخلطة المحشي. وزي ما قلت لكم انا كل ده قافله النار عشان برضو الخضره بتاعتي ما تتهريش. زي ما انتوا شايفين كده انا عايزه لونها يبقى اخضر مرعرع كده بين في خلطه المحشي. التركية دي بقى مهمه جدا جدا جدا. بصلايه تكون حلوه كده او بصلتين، ابشريهم او اضربيهم في الكبه حلو جدا. بعد كده تبليهم بشوية ملح وشوية فلفل. دي بقى اللي هتودي خلطة المحشي بتاعتك في حتة تانية خالص. البصلاية النية اللي ضفناها في الاخر. وطبعا بقى لو بتحبي النعناع الناشف حطي شوية، وقلبي بقى كده وشمي الريحة وجمال خلطة المحشي بتاعتنا. محدش هياكل منك محشي لما يقولك انتي عاملاها ازاي. كمان انا بحب اضيف قرفة، بس للأسف في اليوم ده ما كانش عندي قرفة. القرفة والنعناع بيدوا طعم لخلطة المحشي حلوة جدا، بس لو انتي بتحبي النكهات دي. شايفين بقى خلطة المحشي بتاعتي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وزي ما قلت لكم والله الكاميرا ظلمة فعلا اللون بتاع الخلطة. انا هنا حطيتها في حاجة واسعة شوية كده، في صينية واسعة علشان خاطر تشوفوا شكل الخلطة. بسم الله ما شاء الله. دي الكمية اللي احنا عملناها، كيلو رز على كيلو طماطم على 5 بصلات كبيرة. الخضرة كانت عندي حوالي 3 حزم، حلوة قوي. ممكن لو عايزة تزودي 4 تمام. حطيت بقى طبعا الخلطة بتاعتي في الطبق كده علشان ابدأ احشي. وفي اليوم ده انا كنت عاملة بتنجان وكوسة وفلفل. عايزة اقولك بقى على حاجة مهمة جدا، لو فاض من خلطة المحشي ما تحطيش الرز في الفريزر وتقولي عشان ينفع لمرة تانية، مش هيبقى حلو خالص. اما تطلعيه وتحشيه هيتكسر. عندك حلين، يا اما تكوني جايبة فلفل بزيادة واي خلطة تتبقى منك تحشي بيها فلفل، اسهل حاجة. او ان انتي تحطيها في كيس وتحطيها على الرف، او الرف من التلاجة. هتقعد معاكي لمدة اسبوع، يعني ممكن في خلال الاسبوع ده تعملي اكلة محشي تانية زي ما انتي حابة بقى. وده كان المحشي بتاعي بقى، بدأت اسويه. وانا بحب احط معلقتين من صلصة الطماطم كده على المحشي. ونزلت بالشوربة بتاعتي، كنت مظبطة الملح بتاعها والفلفل. وطبعا عشان المحشي بتاعك ما يتهريش ويطلع مفلفل كده زي الرز المفلفل بالظبط، ما ضغطيش الحله بتاعتك شوربه. زي ما انتوا شايفين الشوربه بتحطيها ما تبقاش يعني باينه من المحشي اللي هو قبل الوش بسطر. زي ما انتوا شايفين بقى لما بتيجي تغلي هي خلاص كده الشوربة بتكتر وبتغمر كده الحلة بتاعت المحشي، بتغطيها. اول بقى ما هتغلي معايا غلوتين، وكل ده انا حطاها على نار عالية زي ما انتوا شايفين. تغلي معايا غلوتين هروح مغطية بقى الحلة بتاعتي وهسيبها على نار متوسطة لحد ما المية تتشرب. وبعد كده هدي النار والمحشي بتاعي يكمل تسوية، يعني اتعاملي زي تسوية الرز بالظبط. ودي بقى كانت وصفتنا النهاردة، خلطة المحشي عملناها بأسهل طريقة ومن غير أي افتكاسات، ما خدتش معانا أي وقت خالص. عشان تاكلي أحلى محشي، رمضان على الأبواب، يعني أساسي في العزومات المحشي. كل سنة وانتوا طيبين وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. ما تنسيش بقى تحطي لايك للوصفة القمر دي. دمتم سالمين وفي أحسن صحة وفي أحسن حال، واستنوني في وصفة جديدة، والسلام عليكم.